مسواق للبيت، كل شيء له نظامه مجدول، كل شيء له مجدول. صحيح. بس الخربطه اللي قاعد تصير باللايفات، انتظام اللايف بسبب البلاغات اللي تصير، بسبب البلاغات ما نقدر نسيطر عليها. نعم. سؤال جدا مهم يسالون المتابعين، هذا اضافي حقيقه ما موجود حتى بالاعدادات. ابو شاهين لحد الان يعمل بالجراج صح؟ نعم. زين، التيك توك دخل التيك توك ما يكفي ابو شاهين؟ ليش يعمل بالجراج؟ الجراج عمل دائم، والعمل عباده، والعمل شرف، ومن لا يعمل لا شرف له. طبعا مع احتراماتي للي ما يعمل بسبب الظروف اللي هو يمر بها، ان كان مريض او غير قادر على العمل بسبب الاوراق. انا احكي هنا على الدوله اللي انا عايش بيها، اذا ما توفرت له اوراق انه هو يقدر يعمل، بس فرص العمل موجوده باوروبا يعني صح. اكثر من المطلوب. واحد. اثنين، بالنسبه للبرنامج، برنامج هو مؤقت مثل الفيسبوك. تقريبا قبل يومين رأسا سدوا الفيسبوك، راحت الناس اللي معتمده على هذا البرنامج. انا كاسب من عنده بس محبه الناس، وتعرفت على ناس طيبين، ناس اصدقاء شباب عوائل كلهم على راسي، حتى الاطفال مسوين افلام كرتون باسم ابو شاهين. ومعرفه الرجال كنوزانه، يعني تعرفت على هواي ناس طيبين من خلال البرنامج. بس مو هو الاساس اللي انا معتمد عليه، لا بالعكس، انا الحمد لله والشكر مستمر بعملي. وحلو الانسان اليوم يرجع للبيت بعد ما تعبان بعمله، يرجع للبيت يقعد ويا عائلته احسن ما يظل على فشي. هو يقول ركضت على السراب وجدت اظن ماي، هذا على ساعه بس يتبلغ عليه انحضر يروح. صحيح. هل صحيح انه الدعم والتبرعات اللي يحصل ابو شاهين من التيك توك ومن برامج التواصل الاجتماعي اغلبها تروح للفقراء؟ هاي هم الناس يجاوبون عليها، لان الانسان اذا يريد يسوي شيء ويحكي به يعني صح. يعتبر نوع من التباهر. صح. انا قلت لك سبق وان ذكرت عندي فد يعني مبدا ببالي، التقي بالناس اللي استفاد من عندهم علم، واتقرب على الفقير على مود احس بنعمه رب العالمين اللي معطينا الحمد لله والشكر. يعني مصدر الدخل الرئيسي هل هو التيك توك ام لا العمل اللي يعني الجراج. اي طبعا الحمد لله والشكر. شنو شعورك في طلبات بعض المواطنين، مثلا يقول لك اريد سباين، اريد ماطور، اريد اسوي قالب مال سنون، يعتبروني اخوهم، ويعني واحد يمون على اخوه يطلب من عنده. مرات انا الشاقه وياهم، اريد دراجه، اريد اسبانه، اي بس كلهن وصلن ان شاء الله، هم اخوتي. ويعني وين يروحون يعني من بسبب يعتبرني انا اخوه، ما ينعلى يطلب من عندي. وانا فاتح خط ساخن للجميع، اتواصل ويا الكل، يعني اتواصل ويا اكثر عدد بالمباشر. ما يمر على القنوات مباشره، انا اتواصل بالضبط. احنا نعرف المعلنين والكتاب، الكتاب عن طريق علي الكاتب، المعلنين عن طريق الاستاذ وليد الكعبي، المصممين تجمع جندي المجهول. بس والخط الساخن مال الشباب انا وياهم، الفقراء والمحتاجين بالجروب مال تليجرام، على سناب شات انا اسميه، هو اسمه بالمال سناب شات، على الواتس اب، يعني انا اتواصل وياهم مباشره، ما اخلي اي شخص يتواصل وياهم. بالفعل.